السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل متابعينا الكرام، يا رب دايما في أحسن حال. هنشوف مع بعض دلوقتي أحداث الحلقة الأولى من مسلسل حدث بالفعل. الحلقة الأولى من مسلسل حدث بالفعل بتبدأ بأول أحداث الحلقة. الدكتورة علياء بتبعت رسالة لابنها أحمد على الواتس، بتقوله صباح الخير يا حبيبي، أنا جهزت لك الأكل والفطار. أول لما هتصحى من النوم هتلاقيه جاهز عندك في المطبخ، ما تنساش تبقى تفطر قبل ما تروح الشغل. احمد بيصحى من النوم بيسمع الرسالة اللي الدكتورة عالية مامته بتكون سايبها له. الدكتورة عالية بتكلم السايس بتاع الجراج، بتقول له انا زعلانة منك. قال لها خير يا ست الكل، زعلانة مني ليه؟ قالت له انا مش قلت لك العربية مرة في الاسبوع تغسلها من بره ومن جوه؟ قال لها من عينيا الاتنين حاضر. قالت له بعد كده لما اطلب منك حاجة واقول لك اطلع لي تبقى تطلع لي، ما تبعتليش حد من صبيانك. ليلى بتكلم أميرة وهي بتكون مع الدكتورة علياء. ليلى بتقول لها عاملة ايه واخبارك ايه؟ قالت لها كويسة الحمد لله. بتقول لها اشتريتي فستان الفرح؟ قالت لها ايوه اشتريته. قالت لها انت اللي اشتريتيه ولا علي هي اللي اشتريتهولك؟ قالت لها كل حاجة تمام وزي الفل. بتفهم ان الدكتورة علياء موجودة جنبها، بتقول لها خلاص لما تبقي لوحدك ابقي كلميني. الدكتورة علياء بتقول لأميرة أنا مش عايزة أقولك إنك ما ترجعيش للحاجات القديمة اللي كنت بتعمليها. قالت لها إيه الموضوع خير؟ قالت لها ليلى لازم تبعدي عنها ولازم تبقي كويسة. بعد كده الدكتورة عليا بترجع البيت، بتقول لأحمد مساء الخير اتغديت ولا لسه؟ قال لها لسه بس أنا أكلت دلوقتي وكل شيء تمام. بتقول له أخبار الفرح إيه؟ قال لها إحنا كل حاجة جهزناها وتمام. بتقول له انا مجهزه لك حاجات جميله جدا في الفندق. بيقول لها بس اميره غيرت الفندق اللي احنا اخترناه. بتقول له طب ليه كده؟ قال لها هي لقت فندق تاني افضل فغيرته. قالت له خلاص مفيش مشكله، طب انا جهزت الفطار فوق هتاكل؟ قال لها لا انا اكلت. بعد كده بيسمع الباب بيخبط، بيقول لها مين يا ترى؟ قالت له دي اميره جايه علشان تفطر معايا. قال لها ايه ده؟ يعني معقوله هتبقى هنا موجوده وهتفطر؟ خلاص انا هطلع افطر معاكم. بتقوله انت مش لسه قايل لي انك مش هتفطر؟ قال لها يعني عايزه خطيبتي ومراتي تكون موجوده وما افطرش معاها؟ بعد كده بيطلعوا هم قاعدين على السفره. اميره بتقول لها ايه الاكل الجميل دوت يا لولا؟ بتقول لها تسلمي. بعد كده بتبص لاحمد. عليا بتفهم ان في حاجه، بتقول لهم خير يا ولاد في ايه؟ بعد كده بتقول له احكي لها يا احمد هي اكيد هتفرح. بتقول له خير في ايه؟ بيقول لها ان انا اترقيت في شغلي. بعد كده بيسكت وبيلاحظ عليا ان في حاجه، بتقول له قول لها يا احمد. بيقول لها انا هسافر لندن. بعد كده عليا بتقول له يعني ضروري؟ قال لها طبعا ده عشان خاطر شغلي. بتسأل أميرة بتقول لها وانت رأيك ايه يا أميرة؟ بتقول لها دي فرصة مش هتتعوض قبل كده أو بعد كده. قالت لها والله هي فكرة حلوة وأنا من هواة السفر. أحمد بيقول لها طب خلاص كده كويس، انت تجيلنا شهر واحنا نروح لك شهر. عليا الشغالة اللي عندها بتقول لها أنا خلصت الشغل. قالت لها طيب انت تقدري تمشي. بتقول لها بنتك عاملة ايه؟ بتقول لها كويسة الحمد لله. بتقول لها انا سبتلك فلوس علشان تصرفي بيها على بنتك وان شاء الله هتبقى كويسة. عليا بتكلم احمد وهو في عربيته، بتقول له ايه الاخبار؟ قال لها كل شيء تمام وزي الفل، ورانا 100,000 حاجة بنعملها. بتقول له هي اميرة جنبك؟ قال لها لا. قالت له طب انا عايزاك بس تجيلي البيت لوحدك، انا مش عايزة اميرة معاك. اميرة بتيجي بتقول له خير يا احمد في ايه؟ قال لها لا ابدا مفيش حاجة. بتقول له دي لولا اللي بتكلمك؟ قال لها اه. بتقول له هي عاملة ايه؟ قال لها كويسة. قال لها انا عايزاني اروح لها صوتها مش عاجبني. بتقول له اجي معاك؟ قال لها لا انا هروح عند واحد صاحبي وبعد كده هروح لها. ليلى بتتكلم مع أميرة بتحكي لها على الدكتورة عليا، بتقول لها هي عاملة معاكي ايه؟ قالت لها هي كويسة وبتحبني وبتحاول تعمل لي كل حاجة كويسة، بس أنا حساها من ساعة فكرة السفر وهي مقيرة من ناحيتي مش عارفة في ايه. ليلى بتقول لها ما تقلقيش ان شاء الله هتتعود وهتاخد على كده وكل حاجة هتبقى تمام. بتقول لها المهم احمد عامل ايه؟ هو طلع ابن مامته؟ قالت لها لا هو بس بيحاول ان هو يرضيها. احمد بيتكلم مع اميرة، بتقول له جهزت كل حاجة؟ قال لها ايوه كل حاجة جهزت وتمام وزي الفل.
بيقول لها ما تفتحي كام وريني الفستان بتاع الفرح. بتقول له انت مش هتشوفني غير ساعة الفرح وبس. بعد كده بتقول له تعمل ايه لو صحيت تاني يوم وما لقيتنيش؟ قال لها مش هعمل اي حاجة، انت بس اختفي وملكيش دعوة. قال لها خلاص اعتبر، قالت له خلاص اعتبر ان انا اختفيت. قال لها يا ست لا انا بهزر معاكي. تاني يوم احمد والدكتورة عالية بيروحوا الفندق اللي محجوز ليهم علشان يقعدوا فيه ويجهزوا لمراسم الفرح. الدكتورة عالية واحمد بيدخل الاوضة السويت اللي هو حجزه. بتقول له انا هجهز لك كل حاجة. قال لها ده شوية والاصحاب كلهم جايين. قالت له انا كلمتهم وقلت له محدش يجي غير على الفرح. بتطلع الهدية اللي كانوا متفقين عليها. بتقول له مش دي الهدية اللي احنا كنا متفقين عليها؟ قال لها دي اميرة هي اللي اختارتها لي. بعد كده احمد بيكون في البسين. ليلى بتقعد ترن عليه كتير لكن احمد ما بيسمعش الجرس. بتيجي الصورة على الدكتورة عالية وهي بتجهز بتعمل الميك اب علشان تستعد للفرح. ليلى بتحاول تتصل على احمد كتير لكن احمد تليفونه بيكون سايلنت وما بتعرفش تكلمه. وبتتصل على اميرة بتلاقي تليفونها مقفول باستمرار. احمد بعد ما بيجهز بيروح لوالدته بيقول لها ايه رأيك كده؟ قالت له انت جميل وزي القمر. بتعيط. بيقول لها خلاص انا مش عايز عياط. بتقول له كلم العروسة علشان ما نتأخرش. احمد بيتصل على اميرة بيلاقي تليفونها مقفول. بيقول لها انا هتصل على ليلى هي اكيد معاها دلوقتي. احمد بيتصل على ليلى بتقول له انا بكلمك من بدري ما بتردش ليه؟ قال لها التليفون بتاعي كان سايلنت. قال لها هي اميرة جنبي خليها تكلمني. قالت له اميرة فين؟ هي مش معاك، انا بتصل عليها تليفونها مقفول. قال لها مش معايا فين؟ ده هي اصلا مشترط عليا ان انا ما اكلمهاش النهارده خالص. قال لها طيب ممكن تكون في السويت بتاعها. بعد كده عالية بتقول له خير في ايه؟ قال لها بتصل على اميرة مش عايزة ترد عليا. قالت له ما تقلقش ده تلاقيها بس بتتقل عليك. بيقول لها انا مش عارف ايه الحركات ديت، ازاي ما اكلمهاش في الفرح او ليلة الفرح. بعد كده بيسيبها وبيروح يشوفها في السويت بتاعها. بيبان علامات عجب او تعجب على الدكتورة عالية. احمد بيروح السويت اللي محجوز لاميرة بيقعد يخبط محدش بيرد. العامل اللي موجود في الفندق بيقول له يا فندم مفيش حد جوه. قال له مفيش حد جوه ازاي؟ انا مراتي جوه ومش عايزه تفتح، يا ريت تفتح لي السويت ده دلوقتي. قال له يا فندم لازم تنسي الريسبشن علشان حد يفتحولك. بعد كده احمد بينزل بيقول للريسبشن انا عايز اعرف افتح السويت اللي فوق. بيقول له على اسم مراته. بيقول له محدش حجز الفندق النهارده ومحدش عمل تشيك ان. بعد كده بيتصل على ليلى بيقول لها يا ليلى اميره ما جاتش هنا، روحي الفيلا وشوفيها موجوده هناك ولا لا. بعد كده بتتصل عليه بتقول له مفيش حد موجود في الفيلا. بعد كده بتيجي صوره قبل الفرح بيوم. الدكتورة عالية بتكون بعت رسالة لأميرة بتقول لها أنا عايزة أقابلك ضروري وتجيبي معاكي فستان الفرح من غير ما تقولي لأحمد أو أي حد يعرف. بعد كده بتروح بتمشي وراها بالعربية بتقول لها أنت اللي في العربية ديت؟ قالت لها أيوة أنا. امشي ورايا بالعربية. قالت لها خير في إيه؟ قالت لها بس امشي ورايا علشان أنا محضرالك مفاجأة. بعد لما بيمشوا بيوصلوا لمكان مهجور بتقول لها سيب العربيه بتاعتك هنا وتعالي اركبي معايا. بتقول لها يعني هسيبها هنا مش هيجرى لها حاجه؟ قالت لها لا ما تقلقيش. وفعلا اميره بتسيب العربيه وبتروح تركب مع عاليه. بعد كده عاليه بتديها عصير بتقول لها ايه العصير اللي انت بتحبيه؟ اميره بتاخد منها العصير. التليفون بتاعها بيرن. عاليه بتقول لها احنا مش عايزين اي مكالمات النهارده وبتاخد منها الموبايل وبتقفله. بعد كده بنتفاجئ ان عالية واميرة بيروحوا مكان. اميرة بتسألها ايه ده؟ بتقول لها دي فيلا انا كنت شاريها من زمان. بتقول لها هي شكلها جميلة جدا بس تحسيها ان هي مهجورة شوية. عالية بتقول لها سيبك من كل دوت يلا افتحي الهدية اللي انا جايبها لك. عالية بتقعد على السرير موجود بتحس بنوع من الدوار. بتقول لها انا مش عارفة في ايه، حاسة ان انا دايخة وفي حاجة مش مظبوطة. عالية بتقول لها افتحي الهدية بس. بعد كده في اللحظة ديت أميرة بيغمى عليها وكأنها متخدرة. وبعد كده عالية بتقعد تبصلها وبتخلص أحداث الحلقة الأولى من مسلسل حدث بالفعل. شكرا لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.